ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. النهارده جايلكم فيديو جديد حلو كده وبسيط وصغير. هنعمل مع بعض حاجة حلوة ترطب على قلبنا في الحر ده. بنجيبها كتير من الشارع بس بصراحة يعني نعملها في البيت احلى واضمن. هنعمل مع بعض رز بلبن. فقبل اي حاجة انا هنا ولعت على اللبن وبدأت احط له السكر. قبل ما اولع على اللبن انا سلقت كوباية من الرز، اديتها غلوة كده وطفيت عليها وسبتها لحد ما شربت المية والرز نفش. اهم حاجة ان انتي تدي سلقة كده للرز سريع. ال2 كيلو من اللبن تقدري تحطي عليهم كوبايتين الا ربع من السكر، وزودي سكر علشان خاطر لما بنضيف الرز والنشا الرز بيبقى دلع. فزودي سكر وما تقلقيش هيظبط في الاخر. فانا دقتها يعني ال2 كيلو لبن عليه 2 الا ربع من السكر. النشا برضو حطي على ال2 كيلو 4 معالق من النشا على كوباية مية، او حطي كيس النشا اللي هو الصغير ده. اول ما ضفت على فكرة الرز على اللبن بعد ما ضفت السكر، واول ما بدأ يغلي هبدأ اضيف له النشا. وفي نفس الوقت وانا بضيف النشا هفضل اقلب كده بالمعلقة علشان ما يكلكعش. هنا كنت خلاص ضفت النشا وهسيبه لحد ما يغلي، واول ما يغلي هحط له الفانيليا. انا طبعا كل ده ما صورتوش عشان اختصر لكم، بس بدأت افضي الرز في الاطباق وهسيبه لحد ما يبرد وبعد كده ادخله على التلاجة. ده بقى بعد ما دخل التلاجة وسقع كده بطريقة حلوة. بصوا بقى عمل الوش المكرمش اللي كتير مننا مش بيعرف يعمله. وعمل الطبقة الحلوة اللي كلنا بنحبها. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعليقات حلوة كتير.